بلقيس فتحي عانت من الرهاب الاجتماعي، فما هي أعراضه؟ قلق دائم مستمر، anxiety، عدم الرغبة في التواجد في تجمعات. ممكن أطلع مع ناس ما أعرفها في الليفت، في الأسانسير، ممكن أكون قاعدة معاهم في مكان أبدأ تجيني رعشة وتجيني خوف. ممكن أحياناً أتقابل مع أشخاص ما شفتهم من زمان، أسلم عليهم بكون كلي أرتجف، وجهي يرتجف، إيدي ترتجف. حالة من القلق. الرهاب والقلق وجهين لعملة واحدة. كيف تغلبت على الرهاب ولم يؤثر على عملك بالفن وتواصلك مع الجمهور؟ أنا كنت عارفة أنه أنا عندي هذه المشكلة من قبل ما أدخل يعني من قبل ما أصلاً أقف على المسرح ever. يعني الكلام هذا كان من 11 سنة. أنا كنت عارفة أنه أنا عندي مشكلة، وأنا كنت عارفة أنه إذا جاتني فرصة أني أثبت فيها نفسي كفنانة مبتدئة ما حيوقف الرهاب الاجتماعي في وجهي. فكان أفضل شيء أنه أعرض نفسي على الطبيب النفسي، وهذا الموضوع تكلمت فيه كثير قبل كذا، وعالجت الموضوع في فترة، وكان في عندي إرادة قوية جداً أني أخلص من الموضوع هذا في أقصر فترة زمنية.